الشيء اللي ما يعجبك ينقال لك لا تقوله للآخرين. أنت يعجبك واحد يكذب عليك؟ لا. يعجبك واحد ينصب عليك؟ لا. يعجبك واحد يسبك؟ لا. يعجبك واحد يستهزئ بيك يحشش عليك؟ لا. هذن اللي ما يعجبك يصيران أنت لا سوى بالنسبة للآخرين. نقطة. ايش قد بسيط، ايش قد حلو. بس هذا حقيقة مهم أن الإنسان يصير عنده ميزان. يعني هذا شايفين يخلون هاي شو يسموه عداد. إذا خلينا عداد على ألسنتنا راح نشوف أوف 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 شنو هذا اللسان شو يسوي بني آدم. واحد لازم يتدبر يتأمل هالحكاية اللي أحكيها بعدين شنو. الوالد يقول كان عندنا أيام الشباب اللي كنا ندرس في الحوزة كان عندي فد واحد نتباحث وياه. هو يقول أكبر مني سنا لكن مباحثة يقول نحكي 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 المرة يسكت يصفن الشكي. أقول له شيخ يا معود وين رحت؟ قال دا أفكر إذا أنا يوم القيامة وقفت قدام الإمام الصادق. الإمام الصادق قال لي ليش هالحكاية حكيتها؟ عندي جواب لو مو عندي جواب؟ راح هناك يفكر يوم القيامة يجاب له. احنا بعد ساعة ما نفكر. هذا يفكر إلى يوم القيامة. احنا بعد ساعة ما نفكر أنه هذه الحكاية إذا طلعت الكذب مالتها باكر شنو أجاب؟ أقول خفت كذبة ثانية أغطيها. وهكذا تشوف بني آدم واقع في هذه المشكلة. لا. الإمام يقول لا على كيف على كيف لا تحكي هو احكي قليل. لأن من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار.